والسلوك الإجرامي طبعا ما فيش حد يختلف عليه أبدا إنه سلوك مرفوض تماما من المجتمع. أي عنف طبعا مرفوض تماما من المجتمع. فكرة السلوك الإجرامي بنشوفها كتير في بعض الأشخاص، حتى بقينا أحيانا بنشوفها كمان في الأطفال. عمل النهاردة هيورينا شكل من أشكال السلوك الإجرامي وشخصية من الشخصيات اللي بتتبع السلوك الإجرامي ده في حياتها من وهو طفل صغير، وهو فيلم السفاح للفنان هاني سلامة. فيلم السفاح تناول هاني سلامة الشخصية اللي من هو طفل وهو عنيف، وبسبب تعنيف من الأهل وبسبب مشاكل مر بيها في الطفولة بنشوفها من خلال العمل أصبح عنده سلوك إجرامي بدأ يمارسه بشكل كمان مبالغ فيه، وبدأ يمارسه على الشخصيات اللي معاه في الفيلم وكأنه بيتلذذ بتعذيب الناس. هنفهم النهاردة من خلال حلقتنا إيه هو السلوك الإجرامي، وليه في بعض الأشخاص ممكن يوصلوا لأن هو يبقى مجرم، وقبلها أصلا ممكن يبقى سلوكه طول الوقت عدواني وإجرامي مع الناس، وممكن يوصل ان هو يعمل جرائم او يقتل او يعمل اي شكل من اشكال الجريمه. ايه سبب ده؟ هل في ناس بيبقى عندها مبرر لده؟ وهل بيبقوا معفيين ساعتها نفسيا طبعا؟ وهل ده بيبقى اضطراب نفسي محتاج علاج ولا يسأل عليه ولا لا؟ هنفهم كل ده من خلال حلقتنا النهارده ومن خلال فيلم النهارده وهو فيلم السفاح. مشرفانا النهارده دكتوره ايفون بخيت، دكتوراه علم النفس الاكلينيكي الاخصائيه النفسيه. اهلا بيكي يا دكتور معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا دكتور. شفنا يا دكتور في المشهد بقى هنا بيتكلم، ده فيلم السفاح طبعا هو يعني بيوري صوره من صور السلوك الاجرامي اللي بنتكلم عليه النهارده، وباديه من هو طفل. وشفنا في المشهد ده بيحكي المعاناه اللي هو عايشها مع اهله بسبب انفصال الاهل طبعا الام والاب، وتعنيف كمان. هم مش بس منفصلين وحاولوا يحتووه، هم انفصلوا وكل واحد فيهم يعني وكأن هم ما لهمش ابن اتصرف يعني عيش مع نفسك، وبيتعاملوا معاه كمان بعنف، وبيقول ان والده بيضربه. فقبل ما ندخل بقى في حته ان هل ده سبب للسلوك الاجرامي ولا لا، عايزين نفهم الاول هو ايه اللي يتعرف انه سلوك اجرامي. يعني هو هنا سرق وفي كمان قتل وفي بتوصل لاشكال كتير قوي من العنف والاجرام، لكن عايزين برضو نعرف هو ايه السلوك الاجرامي. السلوك الاجرامي هو كل سلوك مضاد للمجتمع ومضاد للتقاليد، انتهاك للحقوق اللي بيحطها المجتمع من قوانين واعراف وتقاليد، وبتأذي الاخرين وبتتعدى كمان على حدود الاخرين. يعني بنلاقي الشخص اللي بيقوم بالجريمه هو شخص احنا بنعرفه كده اغلبهم بيكونوا مضاد للمجتمع، او بالفعل كلهم مضادين للمجتمع، لان هم بيبقوا بيخترقوا القوانين، واختراقهم للقوانين بيخليهم يتعدوا على حقوق الاخرين كمان. صحيح. ففكره الجريمه هي كل سلوك ممكن يكون فيه انتهاك للقوانين وكمان القانون يعاقب عليه. طيب هنا بقى زي ما شفنا في المشهد يا دكتور، هو يعني بدأ يمارس الإجرام ده في شكل بقى سرقة، في شكل يعني أي حاجة زي ما بتقولي هو مش محتاج. يعني هو واضح من عيلته إن هو مش محتاج، وحتى الضابط لاحظ إن هو أنت إيه السبب؟ أنت ليه عملت كده؟ هل عايز تلفت نظر حد ولا لأ؟ هل هي ممكن فعلا تبدأ في البداية إن هو عايز يلفت نظر مثلا الأهل أو يعمل حاجة غريبة، ولا يعني بتبدأ إزاي مع الأطفال عشان برضو نبقى فاهمين إيه اللي ممكن يخلي طفل حتى لو يعني بيتعرض لعنف إنه يلجأ لحاجة إجرامية، أو إنه يسرق، أو إنه يضرب، أو إنه ده بيبقى لفت نظر في الأول، ولا هو كأنه انتقام مثلا من اللي حواليه؟ يعني تفسر لنا ليه ممكن الطفل يعمل كده؟ في البداية هو في الحالة بتاعت الفيلم هو الطفل كان بيلفت النظر، لأنه دايما بنلاقي نقول إنه الطفل لما يسرق وبيكون السرقة ليس لها وظيفة عنده غير إنه بيأذي اللي قدامه بس، أو إنه هو بيسرق وما بيستفادش بالسرقة بتاعته، زي ما هو كان باين في الفيلم إنه بياخد الحاجات ويرميها ويكسرها وما بيستفادش بيها، وبيسرق لغير الاحتياج المادي. فده بيقول لنا المؤشر هو عايز يوصل بيه رساله. الرساله في الفيلم اللي هو عاوز يوصلها انه خدوا بالكم مني، اهتموا بيا. وفي المشهد اللي احنا شفناه اخذ الذهب وراح لوالده، فوالده قال له امشي روح شوف والدتك، والدته سابته. فالحكايه هنا هو عايز يقول لهم اهتموا بيا.
يمكن يكون دي بدايه، وفي السن الصغير لما بنلاقي بدايات السلوك الاجرامي او السلوك المضاد للمجتمع او بدايات الشخصيه السايكوباتيه، في السن الصغير بنسميها اضطراب الكوندكت او اضطراب المسلك او السلوك. الطفل او الابناء في السن الصغير لما بيكون عندهم الاضطرابات دي ممكن تكون مؤشرات كتيره للتنشئه، ويكونوا بيلفتوا نظر للاهل او بيوصلوا بيها رسائل، بس بطريقه فجه قوي وظاهره قوي، تخليهم يتعاقبوا عليها كتير. فما بيتفهموش ان هم بيئنوا نفسيا وبيقولوا نفسيا عندهم احتياج، قد ما هم بيفضلوا يتعاقبوا على السلوكيات. اللي هو الاهل بقى ساعات يقول لك ده شقي زياده، ده متعب جدا، ده وهو اصلا عنده مشكله يعني بيعاني منهم في حاجه. ونلاقي الاهل بيبص، احنا دايما بنقول ان لكل سلوك وظيفه، وخصوصا في السن الصغير كالاطفال. صحيح. فالسلوك اللي بيعمله هو المكسب اللي من وراه ايه. لو في الفيلم بيسرق علشان عايز مكسب من ورا السرقه، هنقول انه هو ماديا محتاج او عايز يعمل حاجه بالفلوس. لكن طالما هو السرقه هنا او السلوك المضطرب ملوش وظيفه، يبقى هو المقصد منه مش هيعود عليه بنفع يعني. بالظبط، مش هيعود عليه بنفع، مش هيستفاد منه بحاجه. يبقى هنا الطفل بيقول لي انا عايزه اوصل لك رساله بس بالسلوك اللي مش مظبوط. بس للاسف الاباء بيقعوا في فكره العقاب، ومنهم في العائلات اللي زي دي اللي بيكون فيها طفل باين قوي دوت عنده، انه الاهل نفسهم بيتعاملوا مع الطفل بشكل مش طبيعي ومش سوي، فبتزداد سوءا بقى. بالظبط. وفي السن الصغير بنقول مؤشر انه الاطفال بيبقى مرايه للاهل. انا ابني بيعمل السلوك ده معناه ان انا لازم ابص عليا انا بتصرف ازاي معاه، لانه بيبقوا مرايه، بيعكسوا تصرفات الاب والام والمجتمع اللي عايشين فيه، اللي هم اتعلموا منه السلوكيات. طب دكتور، في بعض الاشخاص سواء بقى طفل او اكبر شويه او كان طفل بيمارس ده وبعدين كبر على كده، بتلاقي بعض الناس ممكن يحاول يأذي حد ضايقه يعني، او يأذي شخص مثلا مع الغضب، مع حالات الغضب ممكن يطلع رد الفعل العنيف. وفي اشخاص تانية ممكن تلاقيهم هو بيتصرف كده يعني من غير حاجه، لله في لله كده. هل هو ده الشخص اللي هو السايكوباتي اللي هو ضد المجتمع؟ ده شكل من اشكال الانواع اللي هم الانتي سوشيال. دي حاجه في تركيبته ممكن ميبقاش عنده مبرر مثلا، يعني برضو تشرح لنا النقطه دي، ليه بيبقى يعني حد ممكن عنده رد فعل يطلعه بعنف في الغضب، وحد بيطلعه تلذذ يعني. بالظبط. احنا علشان نفهم دوت نرجع للاسباب واللي كنا بنتكلم فيها في الاول. احنا عندنا اسباب مهمه جدا تقول الشخص دوت هيطلع سايكوباتي او مضاد للمجتمع، او الشخصيه المضاده للمجتمع او الانتي سوشيال، ولا ده سلوك نقدر نهذبه باداره للسلوك وتعديل للسلوك. الاهل، الاب والام بالفعل هم كمان عندهم سيكوباتيه، او هم نفسهم عندهم سلوكيات عدوانيه واضحه جدا، واضطراب العدوان عندهم. ده بيوصل بشكل او باخر للاطفال من الناحيه، اول حاجه الناحيه الوراثيه، جينات يعني بتوصل. في استعداد جيني كمان في ده. بالظبط، في استعداد جيني بيوصل للابناء. طب هل الاستعداد الجيني كافي؟ لا. لو البيئه محفزه بيظهر السلوك، لو البيئه غير محفزه ما بيظهرش السلوك. طب البيئه بتبقى محفزه ازاي؟ برقم 2 في السلوك، في التنشئه الاجتماعيه او التنشئه الوالديه. زي ما بنقول مثلا، وده ظهر عندنا في الفيلم، انه الاب والام ما كانوش بالشكل الحنين المتعارف عليه اجتماعيا، ان الاب والام يكونوا حنينين. فبنلاقيهم هم كسروا قواعد المجتمع، فيطلع الطفل هو كمان بيكسر قواعد المجتمع ويعمل السلوكيات اللي من اساس يعني رقم 1 في السمات او الاعراض للشخصيه السايكوباتيه، ان هو بيكسر القوانين والقواعد. فبالتالي بنلاقي ان التنشئه الاجتماعيه ليها عامل كبير جدا. الاب والام خلفوا المجتمع ان هم ما يكونوش حنينين، ما يكونوش بيخافوا عليه، ما بيدلوش احتياجاته، فيرجع هو كمان يبقى سلوكه في المجتمع نفس الحكايه. رقم 3 هو الاستعداد النفسي. والاستعداد النفسي دوت بنقول ان هو مؤشره من بعد سن ال 15 سنه، من بعد سن المراهقه، لما بيكون المراهق ابتدى يكون ابتدى يخش على سن الشباب، فابتدت الاعراض تبان عنده. وده بيبان انه ايه؟ هو لما ابتدى يمارس السلوك السايكوباتي وابتدى يبقى عنده استعداد نفسي، يكمله ولا يتوقف؟ لو توقف يبقى هو كمان اختار انه ما يمشيش بالسلوك دوت ويمشي زي ما المجتمع بيحكم. لو لقيناه تمادى في دوت، خلاص يبقى هو الاستعداد النفسي كمان
ساعده انه يكون شخصيه ضد مجتمعيه وسايكوباتي ويأذي اللي حواليه. وكأن كل العوامل يعني هيئت الشخص ده انه يبقى ضد مجتمعي، مش او هنلاقي يبقى عامل واحد. تصرفاته بتبقى كل العوامل اجتمعت مع بعض. بالظبط. يعني لو هو عنده موضوع الوراثه او الجزء الجيني موجود لكن بقيه العوامل ما توفرتش، ده لا نتنبأ انه يكون الباقي يطلع شخصيه سايكوباتيه. طب كلامك يا دكتور برضو اثار تساؤل كده في دماغي على حالات بنشوفها ساعات. يعني ممكن تلاقي مثلا طفل او شاب او مراهق او وات ايفر، يعني طالع في اسره الاب هو اللي عنيف جدا مع الام، وبيحصل ابيوز، من يعني اساءه للام، والام خاضعه جدا، وبتلاقي الطفل ممكن يبقى رافض تماما الصورة دي، يعني كارهها ورافضها، ومامته حنينة جدا وهو بيحاول يبقى هو سبورت ليها، ومع ذلك بتلاقي الشخص ده ممكن ياخد من صورة الأب اللي هو أصلا رافضها وكارهها، وعلى كبر تلاقيه بيمارس نفس الحاجات اللي هو بنشوف نماذج كده وبنبقى مستغربين جدا، هو بيمارس نفس اللي كان رافضه وهو صغير وشايف انه حاجة جريمة في حق مامته يعني. فده بيحصل ازاي يعني؟ ده بيحصل من التكوين الأساسي للطفل أو في البداية أو التنشئة الاجتماعية اللي حاصلة بس على المستوى النفسي، وده جزء فيه استعداد نفسي كبير. اللي بيحصل من احنا قبل كده اتكلمنا في فكرة الأوديب وإلكترا، وإنه من 3 ل 6 سنين أو من 3 ل 5 سنين الطفل بيبتدي يتوحد من أبوه من نفس الجنس. التوحد هنا هو ميكانيزم بيحل بيه الطفل العقدة علشان يقدر يعيش حياته بعد كده في سلام وما يحصلش وقوف عند المرحلة دي. لما بنلاقي حد البنت رافضه امها او الاب او الابن رافض الاب، ده مش معناه انه هو على المستوى الواعي هو رافض السلوك، لكن على مستوى اللا شعور هو حصل معاه تقمص وتوحد اللي بنسميه التماهي، وخده جواه وبقى بيتصرف زيه بشكل لا شعوري مش مقصود. لكن ايه اللي حصل؟ هو بقى بالنسبه له النموذج الذكوري بيعمل ده، النموذج الذكوري صفاته دي، فبالتالي يروح هو قايم بنفس السلوكيات اللي عملها النموذج الذكوري اللي هو تقمصه ودخل جواه، وبقى بالنسبه له علشان يكون راجل ويبقى يطلق عليه رجل هيتصرف بنفس النموذج اللي شافه في حياته حتى لو رفضه. يعني هو رافض النموذج ده لكن ترسب جواه وكأن هي دي صورة الراجل اللي هو يعرفها يعني. بالظبط. فطلع على الصورة على شاكلة والده اللي هو رافضه. بالنسبة له اسمه النموذج الذكوري هو اللي بيعمل التصرفات الفلانية، وهم بيقوم بيها بشكل غير واعي، لا يعني مش إرادي، هو بقى جزء منه من غير ما يدرك. طب هل بالضرورة لو اجتمعت كل العوامل دي يا دكتور انه في زي ما بنقول التنشئة او في صورة نموذج في الأسرة من النماذج اللي هي الإجرامية بقى اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة دي، وفي نفس الوقت في استعداد جيني، هل بالضرورة لما تجتمع العوامل دي مع أي شخص لازم يبقى عنده سلوك إجرامي؟ يعني لازم يتحول لشخص ضد مجتمعي ولا مش شرط؟ طيب خلينا نقول الدليل الإحصائي قال لنا إيه؟ الدليل التشخيص الإحصائي رقم 5 هو أحدث دليل لأننا نقدر نشخص بيه الشخص ده سايكوباتي أو لأ. ادانا 7 أعراض لازم تكون موجودة، منها على الأقل اللي بيسموها الريد فلاجز دي أو العلامات أو إن أنا ألاقي منهم أعراض موجودة عشان أشخص إنه ده عنده الاضطراب الفلاني. الدليل التشخيصي ده الخامس هو أحدث حاجة، فادانا 7 نقط. من ال7 نقط لو توفر منهم 2 بنسمي انه الشخصيه عندها سمات مش مضطرب. لكن لو توفر 3 فيما فوق بنلاقيه عنده الاضطراب ذاته. يعني مش شرط يكون الشخص عشان بيمارس حاجه او 2 او عنده عرض او 2 من اللي موجودين يبقى هو مضطرب، لا هو هيكون عنده سمات زي ما بنقول عنده سمات شخصيه وسواسيه لكن مش مريض وسواس. زي النرجسيه، سمات الشخصيه النرجسيه لكن مش نرجسي بالظبط. فادانا 7 اعراض اساسيه لو موجودين منهم 3 فيما فوق يبقى الشخص ده نقدر نقول عليه مضطرب او عنده اضطراب الشخصيه السايكوباتيه. لو عنده سمتين منهم يبقى هو عنده سمات. طب ايه هم الاعراض؟ 7 بقى. اول حاجه اللي احنا لسه ذاكرينها ان هو ضد القوانين، لا يخضع للقوانين تماما، هو فوق المجتمع وفوق قوانين المجتمع، لازم يكسر القوانين والقواعد. عارفين لما تيجي صوره كده واحد معمول علامه ممنوع التدخين ويقف يدخن جنبها، هو بقى هيعمل اللي ممنوع ده بالظبط. خدي من ادفع حاجه لاعلى حاجه، هو بيكسر القواعد والقوانين. تاني حاجه المراوغه والكذب، ودي سمه اصيله فيهم انه بيكذب وانه بيدبر المكايد بشكل واعي جدا ومقصود جدا. تالت حاجه الاندفاعيه والتهور، هو
عاوز يوصل لهدفه من غير ما يكون شايف اي حد ولا اي حاجه. بعد كده ما بيتحملش المسؤوليه. رقم 4 ما بيتحملش المسؤوليه. يعني بنقول عليه شخص متطفل، يعيش على الاخرين ويخلص هدفه، يستغلهم، يعرف الشخص ده ياخد منه مصلحته وينط على حد تاني. رقم 5 ان هو ما بيعرفش يخطط للمستقبل. بنسميه كده احمق في تخطيطه. هو بيخش وبيعمل الحاجه من غير ما يخطط لها، وبيبقى بالنسبه له المكسب القريب هو اللي بيقوده. الاذى رقم 6، الاذى البدني والجسدي اللي ممكن يعمله، من كان ضرب او اذى بدني او كان يوصل الى القتل. ده من السمات الواضحه جدا في السايكوباتي. احنا برضو بنسمع حته ان هو ما بيندمش، ما عندوش فكره الندم ولا الضمير ولا الحاجات دي برضو من ضمن ال7. دي حقيقه، ودي رقم 7 بالفعل. هي فكره انه خالي من المشاعر، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما بيحسش بالندم ولا بيراجع نفسه ولا بيحس بالذنب اتجاه اي فعل ممكن يعمله. دي ممكن نلاقيها مثلا في الام اللي ممكن تسيب ابنها وتروح تتجوز وتسيب ابنها ما تهتمش بيه، زي ما حصل في الفيلم بالظبط. انه الاب جاي له بيقول له انا عملت مشكله، قال له روح لوالدتك. هنا مفيش احساس ولا مشاعر انه يتعاطف مع حد نهائي، حتى اقرب الناس ليه. تمام. طيب دكتور، معانا برضو مشهد تاني هيوضح لنا اكتر برضو تطور الشخصيه، وفي المشهد ده برضو هو تنكر في لبس ضابط، تنكر انه ضابط عشان برضو يعني دي من ضمن الخطط بقى والمكايد زي ما بتقولي اللي بيعملها. نشوف المشهد ونرجع نكمل كلام. شفنا دكتور من خلال المشهد بقى وهو بيشرح كأن ده اللي هو مر بيه واللي حسه. اتكلم على اول مره قتل، بعدها بيحس ايه وحس بايه، وان هو فوق البشر، وكأن برضو ان اول مره قتل دي حتى ما عندوش احساس بالذنب قوي، يعني بيتكلم بتكبر كده، وهو كأنه ما عندوش اي احساس بالندم اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. فعايزين نتكلم بقى في نقطه انه فكره انه حد عانى المعاناه دي، هو حتى بيتكلم معاه وكأنه بيعبر عن اللي جواه ناحيه امه وابوه اللي رموه. هو بيقول للراجل هنا انه انت ممكن تعمل اي حاجه عشان مصلحتك، عشان في ابنك، وما يفرقش معاك ابنك عشان مصلحتك والكلام ده، وكأنه ده انعكاس لصوره والده ووالدته عنده، ان هم كان مصلحتهم اهم منه. فهو لسه عايش برضو بالمشكله اللي هو من هو طفل، واساءه اهله ليه واهمالهم ليه، وكأنه بقى بيطلع ده في البشريه كلها، زي ما هو قال انا فوق البشر كلهم. هل اي طفل لو تعرض لده، وزي ما قلنا العوامل كلها برضو يعني ساعدت في ان هو يطلع كده، ممكن يوصل لقتل؟ يعني ممكن حد بقى لما يكبر يوصل لان هو زي، يعني احنا عارفين طبعا من قراءاتي البسيطه ان كتير من السيريال كيلرز مثلا ان هم القاتلين المتسلسلين عندهم مشكله الانتي سوشيال بيرسوناليتي او ان هو سايكوباتي. هل بالضروره توصل لقتل؟ يعني لما انه هنا جايبينه حتى في وضع اجتماعي غريب انه يبقى قاتل يعني. وبنشوف بقى حوادث كتير كمان في مجتمعاتنا كلها، في المجتمع الانساني كله دلوقتي بقت نماذج كتير قوي بنشوفها، مش ممكن حد يتخيل ان ده يطلع قاتل. فازاي ممكن شخص يوصل للقتل بقى؟ يعني هو السلوك الاجرامي فيه اشكال زي ما قلت يا دكتور وتدرج، لكن انه يقتل نفسه قدامه ده بيبقى ايه اللي بيحركه؟ يعني هو بيقتل مثلا صورة والده او الناس اللي عانى منهم، ولا هو خلاص بقت زي غريزة كده؟ خلينا نتفق انه القتل مش من سمات البشر، يعني مش هو تطرف شديد عن السلوك البشري العادي. اللي هيقوم بعملية القتل هو مش حد عادي. يعني ممكن نلاقي اشخاص سايكوباتيين لكن ما بيقتلوش، لكن في اللي هيقتل ده هو بيعمل سلوك متطرف، تطرف شديد جدا، مش العادي بتاع البشر انه لما حد يضايقه هيقتله. هو ممكن يأذيه. على فكره احنا حوالينا ناس كتير جدا سايكوباتيين، صحيح. ممكن تلاقيهم بس مش هيوصلوا للقتل. هتلاقيهم في سياسيين، وهتلاقيهم في رجال دين، وهتلاقيهم معاكي في الشغل، وهتلاقيهم في الشارع. احنا عندنا مثلا من 10 ل 15%
من التعداد المجتمع هتلاقيهم سايكوباتيين. صحيح. بس بنلاقي في منهم نوعين، في نوع مبدع وفي نوع غير مبدع. الغير مبدع انت بتقفشيه بسرعه وبتفهميه، المبدع ده بيتقري. بالظبط بيتقري بسرعه وانت بتتجنبيه. المبدع هو اللي بيدوب في المجتمع لانه بيكون ليه سمات حلوه، بيجذب الاخرين، عارف مدخل الاخرين، بيقدر يقنع الاخرين جدا، والناس بتقرب منه. بس يا ويل اللي هيقرب منه. حضرتك سالتيني هل سهل انه حد يقتل؟ هو مش سهل انه حد يقتل، بس اللي هيقتل امتى يقتل؟ لما يلاقي ان اللي قدامه هيتعارض مع مصلحته الشخصيه. ودي تندرج كمان تحت الاذى. امتى الشخص السيكوباتي يأذي اللي قدامه؟ لما اللي قدامه لو حتى اقرب الناس ليه، لو اقرب الناس ليه هيأذيه طالما جاي على مصلحته الشخصيه، طالما هيعطل هدفه الشخصي. لان احنا قلنا في جزء اندفاعي من ضمن السمات او من ضمن الاعراض. صحيح. فلو اللي قدامه تعارض معاه على مستوى الشخصي او تعارض معاه على مستوى اهدافه الشخصيه، هو مش هيفكر، هو بالفعل هيأذيه ومش هيحس باي ندم ولا اي شعور بالذنب. فالقتل بالنسبه له انه اللي قدامه وقف قدام مصلحته الشخصيه. هنلاقيه في الفيلم عمل كده. طب يا دكتور احنا لازم نختم للاسف حالا، بس عايزين كلمه سريعه منك. الاشخاص اللي كده ينفع اتعامل معاهم ولا لازم اتجنبهم تماما؟ الشخص السايكوباتي الصديق خطر وعدو اخطر. يعني لو هو حواليك حاول ما تنسحب منه بسهوله من غير ما تفعل قوى الشر اللي جواه، من غير ما ينتقم، لانه في اقرب فرصه ممكنه لو انت تعارضت مع مصالحه الشخصيه هو بالفعل هيأذيك من غير ما يفكر. فلو انت اكتشفته ولقيته حواليك اتعامل معاه بذكاء عالي جدا ومهارات اجتماعيه عاليه جدا وانسحب منه بسهوله، بدل ما انه هيتحول لعدو خطر جدا عليه. صحيح. ولانه صعب جدا يتغير الاشخاص دي، مش بيتعالجوا، لانه بالفعل الاشخاص اللي زي دول فمش هنتكلم في علاج يعني، ما بيعترفوش، هم ما بيعترفوش ان عندهم مشكله، ما بيطلبوش العلاج، فما بيتعالجوش. هم فوق العلاج وفوق المجتمع وفوق الاشخاص، فحتى على مستوى العلاج النفسي ما بيتعالجوش. فنتجنبهم، ده العلاج الوحيد، ان احنا اللي نتجنبهم ونشتغل على نفسنا ان احنا ما نتاثرش بيه. ننسحب من غير ما نفعل قوه الشر اللي جواهم بسهوله وبالراحه. لان انت بتلاقي مثلا واحد بيحب واحده ولما تسيبه يقول لها هرمي على وشك ميه نار او هقتلك. بنشوف بقى نماذج كتير بالظبط. كله بيندرج تحت ده، ان احنا يا ما نقربش للناس دي، يا لو خلاص وقعنا في الخيه يعني زي ما بيقولوا نبعد. انسحاب هادي جدا. تمام. أنا بشكرك جدا دكتورة إيفون بخيت، دكتوراه علم النفس الإكلينيكي والأخصائية النفسية. شكرا لك يا دكتور. بشكر حضرتك، شرفت بيكي. بشكر كل مشاهدينا، وإلى لقاء آخر، حلقة جديدة، موضوع جديد وعمل جديد من سايكو دراما.